العنف ماشي حب وسكات ماشي صبر، وقصتنا ديال اليوم أكبر دليل على هاد الحقيقة المؤلمة. شابة مكافحة، الحلم ديالها تعيش حياتها بخير وعلى خير، تعيش السعادة والفرح، ولكن للأسف الحلم ديالها ما تحققش. هاد القصة ماشي غير حكاية، راه تحذير، سمعوها حتى الأخير، حيث اللي وقع راه صعيب والدرس كان قاسي والنهاية ديالها كانت صعيبة ومؤلمة. السلام عليكم. غادي نبداو قصتنا من عند هاد الشابة اللي كانت عايشة مع والديها، مع امها وباها وجوج ديال خواتاتها. تبارك الله خواتاتها كانوا كيقراو. المهم الناس اللي كانوا بصاد عايشين باش ما قسم لهم الله. هاد البنت كانت مكافحة، يعني كانت كتخدم فواحد السويقة، كانت كتبيع الخضرة بحالها بحال العيالات. تبارك الله ما شاء الله، كانت النية ديالها زوينة ومعاملتها مع الناس حتى هي كانت زوينة. كانوا الناس كلهم كانوا كيبغوها على الطيبوبة ديالها وعلى قلبها الكبير. ايوا غادي تجي واحد السيدة من العائلة ديالهم، غادي تقول لامها باللي راه كاينين شي ناس الله يعمرها دار وكيقلبوا على شي عروسة، وانا اقترحت عليهم بنتك. ايوا الام هنا فرحات وما قدتها فرحة، قالت سعدي بنتي غادي تزوج وغادي تكون عندها حتى هي دارها بحالها بحال العيالات، غادي تلقى حيوط اللي يستروها وراجل يعني اللي يصونها. المهم هنا الام فرحات، تسنات بنتها حتى دخلت من الخدمه وقالت لها جا بنيتي راني عندي لك خبر زوينه. ايوا البنت قالت لها خير امي، قالت لها شوفها بنيتي راه فلانه راه جات عندنا وراه قالت لي كاينين شي ناس اللي الله يعمرها دار كيقلبوا على المعقول، وانا بنيتي بغيت لك غير الخير، بغيت لك حتى انت يستر تكوني بحالك بحال العيالات. المهم هنا البنت قالت ليها واخا ما اللي بان لك ديريه. ايوا بداو التحضيرات ديال العرس ديالها، دوزوا الامور بخير وعلى خير. ايوا العروسه ديالنا مشات لدارها، كانت هي ساكنه في الفوق، يعني هي وراجلها، وكانت لتحت عجوزتها ولوستها وشيخها. المهم بداو الحياة ديالهم وبداوها بالمشاكل. العجوز كانت قاسة وحتى اللوسة. المهم الراجل حتى هو كان ما يسوى ما يصلح، كان ديما مسكينة عاطيها العصا. حتى هي فاش كانت كتمشي لدارهم ما كانت كتقول لهم حتى شي حاجة، كانت كتستر. هاد البنت كانت مكافحة، فاش كانت خدامة كانت كتجمع في الفلوس، كتقول بغيت نشري وبغيت ندير وبغيت نفعل لداري، يعني كانت فاش غتجي كلها امل وحيويه. ولكن للاسف هذا الراجل دمرها. المهم هي كيف قلت لكم فاش مشات لدارهم ما قالت لهم حتى شي حاجه، سكتات. كتمشي كتجلس مع والديها، كدوز داك النهار بخير وعلى خير، كتقول لهم بغيت ناكل هادي بغيت هادي. المهم كاع الحوايج اللي محرومه منهم فاش كتمشي لدارهم كيوفروهم ليها، واخا هما ناس على قد الحال. يعني كيف قلت لكم الناس اللي بسطاء بزاف. كانت الام ديالها فاش كطلب بنتها شي حاجه كتكافح وتسلف، المهم كدير دوك الحويجات اللي بغات بنتها. وكانت حتى جدها كانت ساكنه معاهم، يعني حتى هي كتقوم بالواجب. المهم كانت هذيك هي ضوء عوينتهم، حيت هذيك هي البنيته اللي كانت كبيره. وكيف قلت لكم هي راه كانت حنينه وكانوا الناس كلهم كيبغوها. داكشي علاش هاد السيده فاش لقات هاد الناس جات كتجري عندها هي الاولى، ويا ريت ما جات لعندها. كيف قالت هاد الام ندمات علاش حتى ربات بنتها ديك التربيه الحسنه على النيه. قالت لك كون عرفت انا بنتي يوقع ليها هاد الواقعه ما ربيهاش على ديك النيه، يعني تربيها شي تربيه اللي تكون قاسحه. ايوا خوتي هاد العروس راه يلاه دوزت معاهم 3 شهور، يعني راه ماشي دوزت معاهم شي فتره اللي طويله. غادي يجي واحد النهار اللي غادي يجي هاد الرجل وغادي يبدا يعطيها العصا. الناس كاملين كيسمعوا الصداع وغادي يجيو يدقوا عليهم في الدار. غادي تحل الام ديالو يعني العجوزه، غادي يقولوا ليها ياك لاباس راه كنسمعوا الغوات. غادي تقول لهم ويلي الراجل كيربي مرتو وانتوما مالكم. ايوا الجيران غادي يرجعوا في حالاتهم، يعني بقاو هي واقفين وكيسمعوا. غادي توصل واحد الوقيته غادي تقطع الحس، يعني الحس ديال ديك العروسه ولا حتى هذاك الراجل ما بقات تسمع. ايوا هاد الذئب عطى المراه العصا ما خلى فيها حتى شي بلاصه،
حتى غادي تقطع النفس ديالها، يعني غادي تمشي عند الله، غادي يهبط عند امه وغادي يقولها ليها، غيقول ليها فلانه راه مشات عند الله بكل بروده. الام هنا غادي تجلس هي وولدها وبنتها ويجلسوا يفكروا شنو غادي يديروا. ايوا طلعوا لعندها، ايوا شورو حتى نقاو البلاصه اللي دار فيها الواقعه ديالو، نقاوها وحيدوا واحد الماكينه من الكوزينه وخرجوها للكولوار حيت الواقعه وقعت في الكولوار. المهم السجاده كانت تما، حيدوها صبنوها، المهم مسحوا العلامات كاملين، غادي يقبطوا العروس وغادي يغسلوا ليها وغادي يلبسوها حويجات اخرين، ما غاديش يلبسوا ليها الملابس الداخليه، غادي يلبسوا ليها غير الحوايج ديال الفوق. ايوا هما فكروا وخططوا، غادي يعيط للتريبورتور، هذاك الذئب غيعيط ليه، غيشد هذيك العروس المسكينه، غادي يلويها في واحد المنطقه، غادي يتم خارج بيها شويه كطيح ليه من المنطقه، تما الناس غادي يشوفوهم، غادي يدخلوا، غادي تبان لهم باللي راه مشات عند الله، وهو كيقول لهم لا راه غير سخفانه، راه بغينا غير ندوها للطبيب. غادي يرجعوها للدار. هنا واحد الجاره كتعرف الام ديال هذيك البنت، غادي تحاول تصوني عليها، كتصوني ولكن ما كاين حتى شي واحد اللي جاوب. غادي تعيط لشي حد من العائله ديالهم، غادي تقول ليه شوف سير عند مات فلانه وقول لها تحط التليفون فشي بلاصه فيها الريزو، راني بغيت نهضر معاها. ايوا دوك العائله غادي يعيطوا ليهم وغادي يقولوا لهم شوفوا راه فلانه كتعيط لكم على حساب بنتكم، المهم حطوا التليفون فشي بلاصه باش تهضر معاكم. غادي يمشي الاب وغادي يقولها للام. الام هنا كتقول مع راسها ربما بنتي غير وقع ليها اجهاض، لانها في داك النهار بالضبط تقريبا ليله من قبل عرفت باللي حامله، وكانت عيطات لامها وقالت لها شوفي يا اميمتي انا بغيتك ديري ليا وبغيتك ديري ليا، زعما بقاو كيتفقوا شنو غيديروا السبوع وهادي، المهم اتفقوا على كل شيء. ايوا الام هنا كانت فرحانه وقالت لها شوفي بنيتي انا غندير لك ان شاء الله كل شيء، كاع اللي كيدار غنديروا لك. ايوا صافي الام كيف قلت لكم هادشي اللي كان في بالها، داكشي علاش قالت لك ماشي بنتي غير جهضات، ياك ماشي بنتي تقصحات، ما طاحش ليها في بالها باللي بنتها ودعات الحياة. ايوا هذيك الجارة صونت تاني على هذاك الاب، هضر معاها وكاينه الام ديالها حداها. ايوا سمع شنو قالت ليه، قالت ليه بنتك راه دايما الله. في هذيك الوقيته هو ما صدقش، قطع التليفون وهو يقول الام ديالها راه هذه واقيلا غير كتكذب، هاد الهضره ما كاينه، كون كاينه فاش خد راجلها عيط. الام كانت كتقول ربما مني وقعت هاد الواقعه يعني الله بغاها وداها، ما ظنتش باللي بنتها راه عذبوها وهما سبب في الوفاه ديالها. ايوا خوتي نرجعوا لهداك الذئب البشري، عيط للطبيب والطبيب جا باش يشوف الحاله، هما داروا زعما بغا يمثلوا عليه وصافي. هو فاش قاس البنت وشافها لقاها باللي ودعت الحياه وقت هذا، يعني ماشي ديك اللحظه، حيت هي راه وقعت الواقعه مع الوحده وهما ما عيطوش ليه حتى ل7 ديال العشيه. تما دخلوا الشك، عيطوا للبوليس، البوليس جاو حتى هذيك البنت داوها للتشريح، والجيران شهدوا وقالوا باللي راه سمعنا الصداع وراه دقينا وكنا بغينا نفكو، ولكن الام ديالو قالت لينا باللي راه كيربي مرتو. ايوا في هذيك اللحظه الام ديالها جات لعندها يعني للسبيطار، ملي دخلت لعند بنتها وشافتها في واحد الحاله ما كتفرحش، الوجه كله مضروب وكاين داكشي الاحمر خارج ليها من راسها. المهم ما خلى فيها غير اللي نسى، حتى جهضت مسكينه بداك الضرب اللي كان كيعطيها في كرشها في التشريح. قالوا باللي راه صدرها كان كيضربها فيه برجليه، تقريبا شي 27 ضربه اللي ضربها في الصدر ديالها، وكان كيضربها حتى في كرشها وفي راسها. وهذاك الضرب ديال الكرش هو اللي خلى الجنين ينزل، ما رحمش لا ولده ولا بنته ولا حتى مرته، وحتى هذيك الام ديالو ما عرفتش مناش مصنوعه، اللي كتسمع داك الضجيج كامل وداك الغوات وما حن قلبها. هذاك الوحش الادمي فاش قبطوه وداروا معاه تحقيقات اعترف بكل شيء، يعني كاع ما عذبهم قال كل شيء اللي كاين.
ايوا الام ما عجبهاش الحال، يعني واخا هكذاك شافت مرت ولدها مشات عند الله وولدها هو سببها، رغم ذلك ما حنات لا في حياتها ولا حتى فاش مشات عند الله. خرجت وكتهضر وعيطت على الناس اللي كيصوروها وكتقول لهم باللي ولدها كان مهلي فيها وما كان خاصها حتى شي خير، كانت كتهضر هي غير على الماكله، ما كتهضر على حتى شي حاجه. والوعرة واللي هضروا عليها الناس بزاف يعني في التواصل الاجتماعي، كلشي كان كيهضر عليها. ناضت طلعت للفوق الثلاجة، حلاتها حلات كلشي وبدات كتقول لهم هانتوما راه كان جايب ليها الدجاج، كتوريهم ديك الطنجرة خاوية ما فيها حتى شي حاجة. شوية تتوريهم طنجرة اخرى كتقول لهم كان فيها الرز، كتحل الثلاجة كتقول لهم كان هنا الدجاج. ايوا ديك اللي كانت كتصورها كتقول لها فينا هو الدجاج، فينا هي الكفتة، كتقول لها لا راه البارح كان وكلها الكفتة والغدا تاني طيب ليها الرز وعندها الدجاج في الثلاجة وطيب ليها الدجاج. المهم كلشي الناس بداو كيهضروا عليها، حيت هي فاش كانت كتوري الماعين خاويين، ما ورات لا دجاج لا كفته. والام ديال البنت كانت مسكينه كتقول انا ما كنهضروا لا على الكفته ولا على اللحم ولا على حتى شي حاجه، حنا الماكله حنا ناس غير بساط وعايشين باش ما قسم الله، يعني حنا ماشي في كروشنا ولا في شي حاجه بحال هكا. هذيك الام مسكينه كانت كتفكر غير في بنتها، كتفكر في المعاناه، يعني حتى فاش داها الله قالت لك الله بغاها والله رحيم، يعني مني شافو كيعذبها داها لعندو وكون خلاها غادي يعذبها اكثر. يعني الام ما فكرت لا في الماكله ولا في الشراب، بقى فيها الحال بزاف. قالت لك محيت ما بغاها يردها ليا انا بغيتها، يعني ضربت عليها تما راه شحال من عام ويجي يكتب ليها ديك النهايه. الام بقى فيها الحال وبكات بزاف وشكات لله تعالى. ايوا خوتي هذه هي قصة العروس الصبارة اللي ما رحمهاش هذاك الذئب الادمي. ايوا خوتي كنتمنى من اي وحده تزوجات وعندها شي مشكل تشاركوا مع والديها، وكنتمنى حتى الوالدين يهدي يتصنتوا لبنياتهم، ماشي من يزوجوها راه صافي تهناو منها، راه واخا تزوجيها راه عمرك تهناي منها، كتبقاي ديما مسؤولة عليها حتى كتمشي تانتي عند الله. هذيك رسالة كل واحد كيأدي الرسالة ديالو، بحيث بعض الوالدين كيصحابهم صافي الا زوجوهم راه صافي تهناو منهم والمسؤولية ديالهم ما بقاتش عليهم. ولكن لا، راه ضربتي عليها تما راه شحال من عام، شحال انتي تهزي وتراري وترضعي، ويجي واحد النهار اللي يجي واحد الوحش بحال هذا ويتعدى عليها ما جاتش. الناس بزاف قالوا للام ديالها واش ما سولتوش عليهم، قالوا ليهم عاد حنا سولنا وقالوا لينا الناس الله يعمرها دار، هادشي اللي قالوا وقلنا نتوكلوا على الله. ولكن للاسف عائله كانت ما تسواش كامله، لان الام فاش شافت ولدها كيدير هكا على الاقل توقف، او الليله ما قدرتش تخلي على الاقل دوك الجيران يطلعوا يفكوهم. ولكن الام بحالها بحال ولدها. ايوا خوتي هذه هي قصتنا ديال اليوم، هذه قصة للتحذير، اي وحده تزوجات ترد البال، واي مشكل عندها تشاركوا مع والديها، ما غادي نقولش يعني تشاركوا مع اي واحد، تشاركوا مع ميمتها مع اختها، المهم يعطوها حل ويوقفوا معاها. ودابا خوتي انا ما بقى ليا الا نقول لكم بسلامه عليكم، وتسنوني في قصه جديده ان شاء الله، قصص لكلهم حقيقيين.